السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهاردة. النهاردة بقى الفيديو بجد هيبقى يعني عنوان الفيديو ردة فعلي على فيديوهات ماما وطنط آية القديمة. يعني بجد انا جيت من فترة كده، قعدت بقى ايه بفتح قناة ماما بقى وبتفرج على فيديوهات قديمة وكده. فبصراحة قابلتني بقى فيديوهات بقى وحاجات كده، فحبيت اشارك معاكم ردة فعلي على فيديوهاتهم القديمة. وان شاء الله مش هيبقى اخر فيديو كده. هما فيديوهاتهم كتير ما شاء الله. فانا هبقى اعمل معاكم ردة فعل على فيديوهات كتير ليهم. النهاردة مش جايبة فيديوهات ياما، يعني هو كام فيديو كده وهشارك معاكم. بس عايزه اقول لكم على حاجه، انا خايفه جدا خايفه جدا جدا وانا بعمل الفيديو دوت، لان ماما وطنط ايه لو شافوه او عرفوا محدش يعرف منهم. وقلت لهم هم قاعدين مع بعض بقى فوق وكده، فانا خايفه جدا. بس انا ما بعرفش انزل فيديو غير لما يكون متفرجين عليه. فانا بصراحه الواحد خايف خايف جدا منهم اللي يعملوا فيا حاجه بعد الفيديو دوت. بما ان هم بقى بيتفقوا عليا كل شويه ومش عارفه، والحركات ديت انا كمان اتفقت عليهم مع نفسي، وحبيت ان انا ارد لهم كل اللي بيعملوه دوت في فيديو. هبدأ بقى دلوقتي في الفيديو. بس قبل ما ابدأ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات بتاعتي. يلا نبدأ بقى الفيديو. اول فيديو بقى معايا بتاع النهارده، مش عارفه عايزه اظبطه، بتاع كانوا ماما عاملاه وطنطيه بتاع الجبنه بسم القريش. الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في يوم جديد من يومياتي انا وسلفتي. ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ ازيك يا اموله؟ عامله ايه؟ يا اخبارك النهارده؟ الحمد لله تمام. يا ازيك ريتني يا لو ايه؟ كنت بظهر وتشوفوا الايموشن اصلا. تكونوا بخير وايامكم جميله يا رب. ايه يومك النهارده كان حلو؟ الحمد لله، كنا اجازه بقى، بابانا قاعد في البيت بابانا. والولاد وكده. الحمد لله على خير نعمه وفضل. وانا كمان قعدنا قضينا اليوم النهارده مع بعض الحمد لله. وكالعاده قاعدين انا وانت طبعا لسه بنفكر في افتكاسه جديده افتكاسة. طبعا. حبينا نعمل حاجه موجوده من البيت. ماما وطنطيه عايزاه كانوا رسمي قوي. حلو. انا الجبنه القريش دي ما كنتش عارفه حد اخلي حد في البيت ياكلها، ولا بابانا ولا الاولاد راضيين ياكلوها بابانا ولا احنا. والاولاد. وفرصه نضحك عليهم وناكلها لهم كمان. دي جبنه كريمي، انا شايفه المقادير سهله وبسيطه بصراحه. لا المقادير جميله بعرفينا عليها بقى. ديت جبنه قريش ولبن بودره ماما وطنطيه كانوا وكوبايه لبن كيوت. وكوبايه زيت. طبعا هتقولي تحطي كوبايه اللبن كلها وكوبايه الزيت، لا هتحطي الجبنه الاول، اللبن البودره يعني حتتين الجبنه دولت عليهم كيس لبن بودره واحد. هتبقى حلوه هي اصلا، يعني كلها البان وحلوه، مش محتاجه تزودي، بس مجرد بتسيبيها او الطعم بتدي طعم، سن الطعم حلو، وكمان بتزيد بقى لبن بودره حلو قيمه حلوه للاولاد. الاولاد. احنا عايزين نعد كام اولاد طنطي قالتها في ايوه الفيديو. صح، الصبح بدل الحيره اللي احنا فيها دي كل يوم محتارين نعملوا ايه. عايزين نعمل حاجه جديده. انا حرمت اسالهم انتوا عايزين تاكلوا ايه، اتعقدت من السؤال ده بصراحه. وفي نفس الوقت بنعمل حاجه بسيطه، مش حاجه مكلفه قوي يعني. واول اسبوع بقى يقضوا جبنات. ماشي، يلا بينا ورينا الطريقه بتاعتك عامله ازاي. هنحط الاول الجبنه القريش في الخلاط. وكده بقى اتكلمت على اول فيديو عن عليهم يعني. الفيديو والله جميل والطريقة حلوة وكل حاجة، بس هم في الأول خالص كانوا بقى مكسوفين وكيوت والجو دوت. دلوقتي هدخل على تاني فيديو، يا ريتكم كنتوا تشوفوا الإيموشن كان عامل ازاي. وبابانا والأولاد، طنط ايه دي خطيرة. نصيحة، ما تتفرجيش على الفيديو يا طنط ايه، ما تتفرجيش على الفيديو. دلوقتي هدخل على الفيديو التاني، من قناه يومياتي انا الفيديو بتاع الحالة بتاع الكاستر ازيكم ده، عاملين ايه؟ يا اللي هو رب بتاع تكونوا توزيع بخير دايما. الصيف. هنودع الصيف النهارده معاكم انا واموله سلفتي. لكم فيديو جديد من قناه يومياتي انا وسلفتي. أنا ازيكم عاملين ايه؟ وسلفاتي. تكونوا بخير دايما. هنودع الصيف النهارده معاكم انا واموله سلفتي. هنعمل كاسات حلو كده بالتودو، بسكوت التودو بالشوكولاته مع الكاستر والكريم شانتيه، وهنزوقه مع بعض ونزينه. ادي منظره. تعالوا مع بعض نعرف مكوناته ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناه يومياتي انا وسلفتي. النهارده هنعمل حاجات كده لذيذه وخفيفه انا وآية مع بعض. دلوقتي هنقول لكم على مقادير الحاجه اللي احنا هنعملها. دوت كاستر. كاستر دوت انا عارفه كلكم ستات شاطرين وممتازين وأمارات وبتعرفوا وسكرات وعسلات. تعملوا يعني قدامكم عشان الوقت وكده. ده نص كيلو لبن على باكو كاستر على
عادي. برضو الطريقة حلوة والله، الطريقة جميلة وكل حاجة، بس هم كانوا برضو فيديوهاتهم القديمة وفي منافسة يعني كاس مين كانوا الأحلى والأسرع. طبعا كاسي. طبعا لا كاسي. اتفضلي طبعا أنا كاسك يا الكبيرة، مدام امل. أنا الكبيرة طبعا. اتفضلي كاسك يا مدام امل. وأنا مش عارفة ابتدي أعمل إيه، بس لازم أعمل طبعا عشان أخلص. انا بخلص الاول. انا بفرفت دوت يا جماعه كده في الكاس من تحت. وأنا هحط اي نوع نايتي عندك حطيه. اي نوع نايتي عندك حطيه. ممكن تحطي كيكه بايته. كيكة مش راضيين ياكلوها كيكة، مثلاً. انت كده بتقول كيكة. حطي. عايزه اقول حاجه على الكاستر ده، هو لونه اورنج كده شويه. احنا بصراحه اول مره نستخدمه، بس احنا بعتنا نجيبه وطلع لونه كده. هو حلو وريحته حلوه بالفانيليا، بس هو تقريبا حاطين له لون صناعي. اي كاستر بقى الالوان عندك وأنا لازم نخلص قبلك. وممكن الطريقه دي يا جماعه عايزه اقول حاجه، ممكن تعمليها بالمهلبيه. يلا يا جماعة ندخل على الفيديو التاني عشان انا مش قادرة. دلوقتي بقى يا جماعة الفيديو اللي جاي بجد يعني شابو شابو لماما وطنط آية. ماما بقى كانت عاملة مفاجأة لطنط آية، تعالوا نشوف ايه المفاجأة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة يومياتي أنا وسلفتي. فيديو النهاردة زي ما انتم شايفين سما والجو حلو وشمس، عجبني قوي بداية الفيديو، وهي جنبي وأنا صحيتها من النوم. بداية الفيديو كده فيها حتى عملت لها فطار يا يعني جماعة. حاجة جميلة خالص. فطار متكلف، تعالوا اتفرجوا عليه. ده الفطار يا جماعة اللي هي بتحبه. الحمد لله الحمد لله ان هي ما بتحبش اهو الفطار المتكلف. هي بتعشق العيش من الفرن كده. بعد ابني جاب لها عيش من الفرن سخن وفلافل محشيه وعليها سمسم زي ما انتم شايفين، وبتحب الجرجير وبتحب الشاي. اي امل والله. الفيديو الخطير اللي فتح نفس الناس كلها. امل الشاي سندوتش فلافل ما انا عشان كده جرجير عملت مع كوبايه الشاي. شابو ليكي يا ماما، شابو ليكي. الاكله ديت عشان أنا بعملها لك بسيط. مش مكلفه. بموت فيها والله، احلى فطار بجد. بصي انت تردي العزومه بقى يا وطنط ما شاء الله عليها قنوعة وراضية بالفطار، فريدة اصلا فطار مفضل يعني. لذيذ قوي. بموت فيها. وفلافل محشيه كمان. بس هو احسن اكل ايه ها. ايوه يوفر لك. امال ايه؟ عشان لما اعزمك على جوز اهو كده والفه بقى سندوتش ده هي فتحت نفسي دلوقتي. جميل بقى. وتصبي لك كده واضربه كله السندوتش، وممكن اضرب واحد كمان. لا هو كفايه واحد. واصب الشاي بقى ليا والاموله. الجو حلو جدا. جميل. انا نفسي اتفتحت على السندوتش ده دلوقتي كام يوم حالا. كانت بتشتي عندنا من 3 ايام كده ولا حاجه. حبيت الفيديو ده قوي على فكرة، حبيت الفيديو ما كتير. طلعناش على السطح يعني. لا جميل والله يا الجو أبو النهار تسلم يخفى. ايدك على الفطار الجميل. رحمك الله. ايه رايك؟ تحت العادي. يلا بقى ندخل على الفيديو التاني. الرحمن الرحيم والسلام عليكم الفيديو ورحمة ده الله خطير وبركاته. بقى. اهلا بكم في يومياتي انا طنط ايه وسلفتي. بقى بترد النهاردة لماما هنعمل مفاجأة الجميلة. سلفتي. امل طبعا انتوا عارفينها. هي كل يوم بصراحه عارفينها؟ تعالي ايه تصبح افطري، تعالي ايه كلي معانا كذا، تعالي مش عارفه ايه، مغرقانا وجمايلها وفطايرها. فقلت هعوضها لك. البنات قالوا لي ايه اعملي لها سهره وردها ايوه ايوه. بس وهشوف السهرة بقى، جامده بقى. بعزقي هشوف سهرتي ولا سهرتك. فحضرت لها فطار كده. يعني لقيتها جودة مشغلة الفيديو المكنسة بتاعتهم تقريباً بتروق زمان البيت كانت ولا مش كده. حلوة قلت خالص، حرام كانت بقى عاملة منغمشة وكانت اما نديها مهزوزة. واحضر لها فطار كده خفيف. هو يعني ايه على قدنا. عملت لها جبنه قريش بطماطم وفلفل، هي بتموت في الاكله دي، وجرجير وقليت بيض ومربى، وقطعت جوافه. هي ما بتشربهاش عصير باللبن فقطعتها لها، وعملت لها شاي طبعا وانا شاي بلبن، والعيش طبعا معانا. وناديت عليها لقيتها بتزغرط، تعالي يا امل افطري، لقيتها بتزغرط. انت عارفه الفطار شكله يفتح إيه رأيك النفس يا أم؟ جدا. صباح الخير الاول عليك يا وعلى البنات الحلوه. وحلوة قوي ان الفيديوهات بتاعتهم دي بتأدي رسالة حلوة قوي. بس بقى في حاجه حلوه انا عاملاها. ايه بنقدم السبت لا ايام الاسبوع كلها. يعني انا ايه من عملت قدم كده. السبت لا الاسبوع كلها دي؟ يعني في ايه؟ مثل بيقول لك كده بنقدم السبت لا الحد والاثنين انت والثلاث مكمله معانا يعني. شوفي بقى. طيب شوفي انت بقى. طب انا النهارده ايه؟ النهارده يا الاربعاء، خساره بكره الخميس. انا مبسوطه ايه بالفطار ده بجد. مش خساره فيكي والله يا شابو أمولة ليكي يا يعني. طنط انت ياما آية، فطرتينا برافو عليكي. وياما يا ريت سهرتينا. السهره اهم حاجه. هرد لك السهره وهتبقى سهره تمام ان شاء الله. عجبني الفيديو ده جدا. احنا دلوقتي هنفطر. يلا ندخل على الفيديو اللي عشان بعده. أمل انا فرحانة. صاحيه من بدري بشتغل وبتاع. ربنا يقوي. بصوا بقى يا جماعة، الفيديو بقى اللي هشغله دلوقتي انا مسمياه اسمي من عندي، هتفهموه في الفيديو ذات نفسه. اكتر فيديو بيموتني من الضحك عند ماما وطنط آية، بجد اكتر فيديو خايفة من نشره بسببهم. تعالوا نتفرج عليه، وعايزاكم تعدوا بقى معايا حاجة كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
بتمنى صوتي يكون واضح. النهارده طبعا كالعاده يعني كل يوم صورتهم كانت مهزوزة برضو يا عيني. قلنا نعمل حاجه حلوه للولاد. فطبعا اللي فكرت في حاجه كده امل سلفتي. تعالوا مع بعض نشوفها هتعمل لنا ايه. ايه امل عامله لنا ايه النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ احنا النهارده هنعمل نايتي. مقادير بسيطه وكلها موجوده من البيت. احنا دايما بنفكر في الحاجه اللي احنا ما نقفش على حاجه، عدوا معايا. نفكر في الحاجه النظيفه. اول حاجة مش هنقف على حاجة. فانا فكرت النهارده اعمل نايتي. طب ايه مقادير بقى؟ النايتي مقاديره بسيطه خالص، ما فيهوش على حاجه. 7 معالق دقيق، 7 معالق سكر، 7 معالق زيت، بيضه ونص ليمونه، معلقه بيكنج باودر، 7 معالق لبن، مربى فراوله في الاصل يعني، بس انا ما بقفش على حاجه، بس اللي موجود عندي دلوقتي مربى كتير. النت وحش اي جدا. حاجه يعني، الحشو دوت حسب الرغبه عادي. وممكن برضو نحط صوص شوكولاته، ممكن كريمه هي برضو، لباني، كريم شانتيه، اي حاجه وخلاص. ممكن اي حاجه. دلوقتي هنجيب بقى بلاستيكيه، نجيب كده. كانوا هادين يا وكيوت. رب تعجب الولاد ان شاء الله. الولاد تاني يا طنط ايه. وعملنا البيضه وهحط عليها نص الليمونه. نص الليمونه تقولي لي ليه؟ ليه يا ماما؟ بديل الفانيليا. نص الليمونه دي بتبقى بديل الفانيليا بالنسبه لي، يعني زي ما قلت لك انا ما بحبش اقف على حاجه. النت وحش قوي. بديل الفانيليا. نص الليمونه دي بتبقى بديل الفانيليا بالنسبه لي، يعني زي ما قلت لك انا ما بحبش اقف على حاجه. ماما بتحبش تقف على حاجة معينة. انا اضرب كويس. وصح افرضي انا بعملها بالليل ما عنديش مثلا حد يجي على فكره يعني ممكن نقطه خل كمان، تعرفي كده؟ ايوه نقطه خل نحط كمان. على الكيكه نقطه خل. كيكة تاني، كيكة تاني يا طنط ايه. بس الليمون مش هيبان يا امل. كيكة وبابانا والأولاد. جميل بيتدارى جدا يعني؟ هو جميل جدا على فكره، احسن من الفانيليا. ما ينفعش نعمل نضرب البيضه في الخلاط الخطوات دي بدل ايه؟ افرضي انا ما عنديش مثلا المضرب او ما عنديش حاجه، مش هقف. يعني ايه بقى في الخلاط؟ طبعا جميل جدا يعني. مش هتقف على حاجة. زي ما قلنا 7 معالق سكر. البودره هنفضيهم ونبتدي بقى طبعا ايه نضرب. الشوكه طبعا يعني فاهمه بديل المضرب. في البيت على فكره بتبقى وانضف انضف، هي نظيفه طبعا مش مكلفه. دكتور ايه هتتكلم دلوقتي. طب هي لو رحت اشتريتي حاجه من بره دلوقتي هي حتى لو مكلفه شويه بس بتكوني ضامنه كل حاجه نظيفه. يعني احنا حاطين البيضه ضامنين ان البيضه سليمه. تهيألي المصانع بره بيجيبوا البيض المكسر يعني بتبقى برضه وفرز تاني وبتاع. على فكره ان شاء الله. والماده الحافظه. على فكره يا جماعه امل باباها عنده مصنع حلويات. اوه فهي بقى شاطره في الحاجات دي اكتر مني. بتصيط. بصي احنا دلوقتي عملنا البيض بالسكر، نبتدي نحط بقى الزيت 7 معالق برضو زي ما اتفقنا. كل حاجه 7 معالق. الاولاد على فكره بيفرحوا بالحاجات دي. ماما بقت بتقول الاولاد زي طنط ايه. باهوا ان مامتهم بتعملهم في البيت. يعني مثلا ولادك لما هم رايحين المدرسه بيبقوا وخدوا مستنظرين منها. حاجه زي كده. احنا ممكن نعمل حاجه قبل ما نحط الدقيق هنا. الاولاد ويتباهوا بمامتهم. ونقلبه. بصوا بقى يا جماعه، انا بقول لك كفايه لحد كده النهارده. دي عروسه هنوشه اهو، هختم قدامها بدل ما تبقى الدنيا فاضيه على الاخر. كفايه لحد كده بصراحه النهارده، وانا خايفه جدا جدا جدا. الفيديوهات والله فيديوهات جميله جدا، بس كانوا مكسوفين بقى في الاول خالص، وكان طريقه كلامهم فظيعه بالنسبه لدلوقتي يعني. بصوا بقى، انا مش بتريق عليهم بقى ولا بضحك عليهم ولا بقلس، لا لا بالعكس والله. معذورين برضو في الاول وكده زي ما انا برضو في الاول. وهما ممكن بقى لو شافوا الفيديو دوت اخليهم هما ممكن كمان يعملوا ايه، ردة فعلهم على فيديوهاتي، وربنا يستر من ماما وطنط ايه لما يتجمعوا مع بعض مثلا او يقولوا رأيهم في حاجة. ربنا يستر.
وان شاء الله مش هيبقى اخر فيديو حاجات زي كده، انتظروا مني ان شاء الله فيديوهات تانية. بتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استمتعتوا، وتكونوا بقى لو متابعين بقى ماما وطنط ايه من زمان تكونوا كده استعدتوا الذكريات القديمة. وانا بحبكم كتير. اشوف رأيكم تحت في التعليقات. باي.